مع حسين. مع حسين خلاص، ما عرفنا كل الاسرار في اللقاء اللي فات. بس طمنا على الغرامه. والله كله تمام يا كابتن. ما يعني انا فوجئت اصلا بموضوع المحضر ده لسه صح اهوت شويه وكله خير يعني يا كابتن، ما تقلقش والله. يعني نطمن الناس ان شاء الله ان الامور لا كله خير وكل الامور للحل. بس انا مستغرب ان هم رفعوا الشيك يعني. معلش لا شاتوت انا في ظهرك. شوف اطلع بس من الحلقه كده شوف كابتن شوبير معاه كام. والله العظيم عينينا ليك يا كهرباء وحياة ربنا. والله عينينا ليك، انت واد جدع وجميل وابن بلد ولذيذ. عايز تقول ايه الكهرباء يا مان؟ لا طبعا ماما اشكرك من هنا اللي فين، طبعا مش هديك حقك. اتمنى لك كل التوفيق طبعا الفتره الجايه، وربنا يكرمك ان شاء الله في حياتك بره الملعب وجوه الملعب. ان شاء الله تشوف لنا عروسه بقى، عشان خلاص انا يوم الاثنين ده مش راضي يجي، مش عارف ليه. كل اسبوع يوم الاثنين يا كابتن، كل اسبوع يوم الاثنين اروح اجيب البدله واسيبها. اثنين هيخطب يعني؟ الاثنين هتجوز الاثنين الجاي. يوم بقاله 3 سنين بقول كده بالظبط يا كابتن. اي ماما شور يا رايق البت البيضه بتضايق. واتكلمت فيه ان فكره ان انا يعني هجدد كل 3 4 5 شهور. انا ضد ده، مهما كنت حجمك او مهما كنت لعيب كويس او مهما كنت مؤثر. احنا كلنا ما بنختلفش خالص ان زيزو احسن لعيب كوره في مصر بقاله 3 سنين. انما فكره ان انا كل شهرين 3 هجيب عرض للنادي فهروح اجدد فقعد، انا ضد ده خالص. انت عندك فرقه 25 لعيب او 30 لعيب، ده قوام كامل كلهم فيهم لعيبه كويسين ومن حقهم كلهم كل فتره برضه. لو انت هتمشي الموضوع كده كل فتره ممكن فتوح يجيب عقد، كل فتره ممكن الجزيري يجيب عقد. الناس المؤثره بقى عبد الله السعيد، ناصر ماهر، حمدي. ليه ما بنشوفش الحاجات دي في النادي الاهلي؟ عشان النظام حلو ومهم جدا. وان انت مرتبط معايا بحاجه، مرتبط معايا بعقد، ما ينفعش تيجي قبل ما يخلص العقد ب2 سنين وتقول انا جاي لي عقد. لو جالك عقد يناسب النادي وقيمتك وقيمه النادي، انا شايف ان الكوره ما بتقفش على حد خالص. يعني النجوم، يعني مثلا في النادي الاهلي نجوم كتير، يعني كان في مثلا امام عاشور. امام عاشور نادي الاهلي يا باشا، يا بخته اللي احنا من بخته.